السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم متابعيني واخواتي في كل مكان في الوطن العربي، كل الحب والاحترام والتقدير لحضراتكم. النهارده عندنا فيديو مهم جدا تسبب في إثارة كبيرة للجدل، خلى الناس كلها بتبحث وبتكتب على محركات البحث وكل مواقع السوشيال ميديا عن هذا الحدث المهم جدا للغاية اللي يخص اخواتنا واشقائنا وحبايبنا. النهارده هنتفرج على فيديو من الفيديوهات المثيرة للجدل، ولكن قبل ما نتكلم عن الفيديو انا عارف ان شاء الله ان الفيديو هيعجبكم وباذن الله يكون عند حسن ظنكم، ولكن ما تنسوناش انكم تدعمونا باللايك وانك تعمل مشاركة وتكتب رأيك عشان انا استفيد وكل اللي يتابع الفيديو كمان يستفيد برأيك اللي انت كتبته بعد مشاهدتك للفيديو ان شاء الله. تعالوا مع بعض نسمع هذا الحدث المهم للغاية. اتفضلوا معايا. عوايل، بنات، شباب، صغار، كبار، شياب. ما يصير الكلام ينقال بالطريقه هذه، ما يصير. عيب انت شلون انت تختزل شعب كامل، حضاره كامله بتصرفات فرديه. ارجوكم يعني نرتقي بالكلام. ما يصير التعليقات هذه، لا والله شحر ما ادري شنو شنو هالكلام هذا. اذا انت تقصدون مثلا الحياه الليليه، ترى الحياة الليلية طالع يمينك يسارك من أي ديرة أنت موجودة. الحياة الليلية مش موجودة في 3 دول في العالم فقط: الكويت، السعودية، إيران فقط. مو موجود رسمي يعني ديسكو ولا هذا. باقي دول العالم كل شيء فيها، إلا يمكن اليمن الحين ولا كم دولة ما فيها. كل شيء فيه. ما يصير انت تيجي تحط عينك على المغرب ولا كل الدول فيها يا اخي، كل الدول فيها. يعني نروح كل الدول وفيها كل شيء وفيها هذا. في ناس تحب الحياه الليليه، الله يعينه، على قولة المغرب الله يعفو عليه. اللي تبي سياحه اطلع من الصيف، مطاعم، هذا مع الناس، مع العوائل. حتى بالدول الاجنبيه خليك مع الناس، مع العوائل. ارجوكم نرتقي بالحديث وبالتعليقات، يصير في مخي. انصدمت من الجو اللي شفته باكادير. حي اوروبا، حي هذا جماعه، درجه الحراره 24 25، نسمه هواء جميله انيقه جنتله. الجو وايد حلو باكادير، وايد حلو. لا حبيتها. الجو يا جماعه والله العظيم امس اسولف فيها واحد اقول له شوف حكم شغلي، اذا الجو كان حلو نسبة المشاكل مع العملاء تقل، والله العظيم. بس من الجو. أكادير لحد الحين جوها يفوز. خلينا نشوف شنو فيها بعد. الجو غيم، نسمة هواء مو طبيعية يا جماعة، والله العظيم. أنا لأول وهلة قلت شنو أوروبا بكركوب، أنا بزقباني أكادير بالمغرب. شوف شحالات الحديقة، شوف شحالات الجو، شوف شحالات أكادير، شوف النظافة يا جماعة. أنا أريد أقول لكم المدينة اللي أروح لها إذا كانت نظيفة معناتها أكادير مو بس نظيفة، الجو حلو، الناس جميلة، كل شيء جميل. شوف شحالات الشوارع، شوف شحالات الجنتلة. الله كم أنت جميلة يا أكادير. أي بلد تروح له تشوف النظافة هذه والترتيب والنظام، هذا بلد يستحق الاحترام. المغرب ككل تستحق الاحترام اكيد. أكادير بعد اللي شفته انا جو حلو لحد الحين، يعني بعد ما شفت شيء. جو حلو، نظام، ترتيب، خبر، وايد حلو. أكادير اللي بتقعد فيها 5 ايام 6 ايام 7 ايام، ميزانيتك زينه وجوك حلو والاجواء حلوه انت بتستانس. عندك منتجع، في ناس تاخذ شقق هني تقدر تقعد شهر شهرين ولا عندك اي شيء. هنا رخيصة، الأكل رخيص، المواصلات رخيصة. بالنسبة نتكلم حق دول أوروبا أرخص بوايد طبعا. أنت تجي تقارنها مثلا بإسبانيا اللي يمها ولا لندن ولا هذا، لا رخيص. الجودة الحياة زينة. وأهم نقطة بالسفر أمن وأمان، بعد أمان الله سبحانه وتعالى. الأمن والأمان ولغة تخاطب، تقدر تتفاهم مع الناس في المغرب. حديقة ابن زيدون في أكادير، هذه الحديقة جديدة يا جماعة. شوف الصور، شوف من هني ومن هني.
انا دائما اذا لاحظت حتى في اوروبا الحدائق هذه احترمها جدا، واحترم الدول اللي تسوي حدائق حق الناس للجميع، الغني والفقير يجي هني يستانس. شوف النظافه، شوف النظافه، انا وايد عجبتني النظافه هنا، وامان. لان انت لما تيجي اقادير ولا شيء تروح تيجي تمشي بالحديقه، اللي يحب المشي العيال يتمشون يستانسون. شوف الحديقه شعراتها كلها عوائل، كلها اهل اقادير، والنعم فيهم والنعم بالجميع. ناس طيبه، كل واحد قاعد مع عياله، اللي قاعد مع زوجته، واللي يمشي محله شغل بستانه. شوف الحديقه شعراتها. شوف هذه حديقه بن زيدون. حتى في اوروبا انا انصح الحدائق هذه لازم تروح لها تمرها، تمشى فيها نص ساعه كل يوم امشي. انا كل ما اسافر الحدائق هذه اتمشى فيها، كل يوم اتمشى فيها. بس باقادير للامانه للحين، بس انا اتكلم باوروبا يعني لازم اروح الحدائق اشوفها ودش اصورها. شوف يا هاي يلعبون عوايد قاعدين، كان امان امان، جو حلو حق تمشي، الجو يا جنتل الجو. من اهم الاماكن لما تيجي اقادير تزورها شارع الكورنيش، مكان جميل جدا، كل شيء فيه. على البحر، شوف الناس كلها على البحر، العوايل، المطاعم، الكافيهات، قعدات جميلة مميزة. شوف ليه آخر شيء يمكن 2 3 4 كيلو، كل شيء موجود. مكان جميل جدا 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 في اقادير. البحر شحالاته. شوف 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 شوف. خذ من الكلام هذا. المكان انا قلت عن روسيا وعن كذا ديره، لما تروح مكان وتشوف العوائل وانت كسائح ومعاك عائلتك، اللي فيها السياحه العائليه مطمئنه اكثر. كملت من الكورنيش مشي لين مهني، لين ما وصلت مارينا اقادير، من اشهر الاماكن، من اكثر الاماكن اللي اعرفها باكادير مارينا اقادير. المكان هذا خليني اقول لكم شنو فيه. طبعا هو كمشي ومكان حلو ومارينا، بس خليني اقول لكم شنو فيه. غير انه في المارينا المطاعم. اهلا بكم مره تانية، واهلا بكل حبايبي واخواتي اللي بيتابعونا ودايما معانا وبيساندونا وواقفين جنبنا. بجد بشكركم جدا على كل كلامكم الجميل الطيب، على مساندتكم لينا ومساعدتكم الطيبه الجميله اللي فعلا بترفع من شأننا وبتوصلنا لاعلى مرتبه نقدر نتكلم فيها عن المجتمع العربي القوي جدا قدام كل العالم اللي بيتفرج علينا وبيشوفنا. شكرا ليكم، شكرا يا اجمل اخوات في الدنيا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.